اهلا بيكم يا جماعه في فيديو جديد تاني على طول ومختلف مع كريم حسن من قناه كريم حسن. النهارده فيديو جديد مختلف. النهارده معانا القشطوطه. جربنا القشطوطه بقى من كل مطاعم المحل، هي مش قشطوطه التريل اتش يعني، ده الاساس اللي جبنا عليه ده بلبن، ودول 5 محلات تانية بيعملوا زيه في المحله بس مش بيعملوا زيه. هي المفروض القشطوطه هي حلويات تركيه زي ما كلنا عارفين اسمها تريل اتش، تمام؟ هحط لكم برده صورتها هنا بقى بصوا عليها. التريل اتش هو قلدها وعملها، بس عملها بطريقه حلوه وعملها كويسه، فبقيه المحلات بدات تحاول تفرق معاه في الحوار ده. هو زود عليها المانجا، زود عليها المكسرات، هي كانت اصلها كراميل، وحط بقى رز لبن تحتها، عمل فيها شويه افتكاسات يعني روق عليها. فيلا بينا النهارده نشوفهم واحد واحد ونشوف مين اجمد قشطوطه في المحله. يلا بينا نخش بقى باول واحد معانا وهو بلبن. هو طبعا اللي هيبني عليه المقارنه دي كلها لان هو يعتبر اول واحد عاملها واخر واحد داخل السوق المحلي اللي هو سوق المحله المحلي. احنا بنصور لكم النهارده يوم الافتتاح بتاع بلبن، النهارده الخميس، احنا الساعه دلوقتي 11 الصبح 11 الظهر عشان نلحق قبل الزحمه، فجبناه في البدري كده. دي قشطوطه بالمانجا والرز بلبن. بصوا كميه المانجا، شايفين كميه المانجو، وفي تحت رز بلبن. ريحه المانجا بصراحه طالعه حلوه. تعالوا الاول ندوق رز بلبن. الرز بلبن بتاعهم حلو، انا عارف كده الرز بتاعهم حلو. تعالوا ندوق بقى القشطوطه لوحدها. يلا ندوق بسم الله. حلوه جدا، حلوه جدا جدا جدا. تعالوا بقى ندوق المانجا بالقشطوطه بالرز بلبن، خدها كلها على بعضيها كده. يلا ندوق بسم الله. حلوه قوي، بس المانجا ساقعه قوي. المانجا طعم الفريزر يعني، المانجا في حته متجمده لسه من جوه، بس طعمها حلو يعني. طعم المانجا حلو، مدلعه طعمها حلو. اللي هي القشطوطه طعمها حلو، اللي هي القشطوطه اللي هي التريليتش يعني، بس مشيها عادي. الرز اللبن طعمه حلو، كل حاجه طعمها حلو. يلا نخش على بعضه ونشوف الفرق. نخش بقى بتاني واحد معانا ونخش على ناخد مين الاول. تعال نخش على السردي ونشوف السردي. السردي ما عندوش مانجا، ما لقيتش عنده غير كراميل، تمام؟ ده شكلها اهو، شكلها حلو. هي ناشفه من الجنب بس شويه، واخده كريمه كراميل. طبقتين كيكه، سعرها مفاجاه، تسمع سعرها تتخض. الطبق ده كله ب 20 جنيه، يعني زي الصياد لما كان عامل عرض وكان مخليها وحشه والزحمه والكلام ده كله، دي ب 20 جنيه بنفس السعر، وحاطط كمان مجرنشها ببندق بندق من فوق. فانا مش يعني ندوق ونشوف. طعمها مش قد كده بصراحه، طعمها حلو مش وحش، حلويات خفيفه. بس تقول لي تريليتش ولا لا، ولا قربت لا من قريب ولا من بعيد، لان ما فيهاش لبن. كيكه ناشفه جدا، عارف لما كيكه تبات عندك في البيت شويه وتروح تحط لها شويه كريمه وتاكلها كده، هي بالظبط. هي كيكه من اللي هي بتتعمل في البيت عادي جدا بس عليها شويه كريمه. لا اجيبها تاني ولا لا؟ لو عايز حاجه تحليه بسعر حنين اجيبها، بس لو نفسي في تريليتشي ما اجيبهاش. يلا على بعض. نخش بقى بتالت واحد معانا وهو الصعيدي بالميلك كيك. عامل لها لوجو مخصوص كده وعلبه مخصوص، شكلها بصراحه حلو. مش عارف بقى حاطط رز لبن تحت ولا لا، هنشوف. هو الاصل ان ما فيهاش رز لبن، بس بصراحه شكلها حلو. لما رحت اجيب ما لقيتش مانجا، ما كانتش موجوده، فجبت فراوله. كان في كراميل نوتيلا بس شكلها ما عجبنيش بصراحه، فجبت الفراوله دي. تعالوا بقى ندوق. شوف بسم الله. دي بقى دايبه يعني، هوريكم حالا ثانيه واحده. تحت في لبن سايح تحت اهو، شايفين اللبن تحت؟ الحته اللي انا اكلتها تحسها ايه، سايح منها اللبن. انا خايف بس الكوب. طعم الفراوله اللي فوق بقى مش قد كده، حاسسها مربى في تراك كده، فيها شويه ايه الفراوله زياده. فاحنا هنشيلها في جنب كده ونحاول ندوق من غيرها. غرقانه لبن بصراحه، طعمها حلو، طعمها حلو. احلى من بلبن ولا لا؟ لا مش احسن بصراحه، بس طعمها حلو يعني. لو جبتها تعجبك برضه، بس المشكله الفراوله اللي فوق دي حاسسها صوص تقيل قوي ومسكر قوي لدرجه ان هو قلب على مربى، فخلت التريليتش مش خفيفه، خلت التريليتش تقيله. فبصراحه مش قد كده يعني. حلوه، احلى من السردي وش طبعا. فيلا نخش على بعض ونشوف في الاخر. نخش بقى بتقريبا رابع واحده معانا وهي اوبرا. شايفين اوبرا؟ شكلها حلو، مانجا كريمه كيكه رز بقى من تحت، شكلها حلو. بس الكيكه شكلها ناشف شويتين ثلاثه يعني. الكيكه تشوفها تحسها ناشفه، وحاطين على المانجا جيلاتين. الشيء بالشيء يذكر برضه يعني ان مفيش حد بعت معلقه غير السردي الوحيد اللي بعت معلقه مع الحاجه. فيلا بينا ندوق. ناخد الاول ايه كيكه. لا كيكه ناشفه يا جماعه، كيكه ناشفه يعني، ما فيهاش لبن خالص، ما دقتش طعم اللبن حتى. بصوا ناشفه جدا، ما دقتش طعم اللبن. الرز بقى نفسه تحت جامد وناشف جدا. تعالوا ندوق بسم الله. طعم المانجا حلو قوي، مانجا مسكره وجميله. الكيكه الكريمه حلوه، الكيكه طعمها حلو بس ناقصها تسقى شويه لبن دي بقى يعني. دي سقاها شويه لبن اللي هو حليب مبخر، وتتفرج عليها تروح في حته ثانيه خالص. تعالوا ندوق الرز باللبن كده لوحده برضه. الرز باللبن بتاعهم حلو بيقول يعني، الرز باللبن حلو، المانجا حلوه، الكريمه حلوه. الكيكه بس كانت عايزه شويه لبن. هم تقريبا نسوا اصلا يسقوها، هي ما فيهاش لبن خالص، ما تحطلهاش لبن، فهي ناقصها شويه لبن. لا بصراحه جامده يعني. المانجا كتير فريش. نجرب كله ببعضه كده، الميكس كله على بعضه بتحس قوي بشوفان الكيكه، تمام؟ لان هي ناشفه جدا بس مش تحس بيها. بص الرز باللبن مع المانجا مع الكريمه مع كده، لو جيت تاكلها لوحدها هتلاقيها ناشفه ما تتبلعش. يلا بينا على بعض. نخش بقى على قبل الاخير معانا هو الخامس. نخش على الصينيتي. اللي بنى مصر اصلا كان في الاصل السنيتي يعني الحلواني. علبه جايبها في علبه كده، شكلها حلو بصراحه. التريليتش نفسها شكلها حلو، هي لبن حلو، مخدومه لبن يعني. بص اللبن تحت، شايف اللبن تحت اللي بقول لك عليه من غير ما تعمل فوكس؟ شايف اللبن تحت يعني، تحطها كده تلاقيها بتطلع لبن. تعالوا ندوق. العلبه بصراحه شكلها حلو يعني، العلبه عجبني، اللوجو بتاعهم الجديد والديزاين الجديد والكلام ده.
نخش وندوق. هي تخينه قوي بصراحه، هي تخينه قوي، بس لازم تبقى متسقيه حلوه قوي عشان تدوقها تلاقيها حلوه. دوق بسم الله. دي جابانيز كيك، عارفين الكيكه اليابانيه اللي بتبقى هشه قوي دي؟ هم عاملين الجابانيز كيك من دي وساقينها لبن وحاطين عليها الكراميل والكيكه من فوق، طبقه خفيفه قوي. هي طعمها حلو، طعمها حلو، متسقيه لبن كتير، متسقيه لبن كتير، بس زي ما قلت لكم هي المشكله ان هي معموله جابانيز كيك مش كيكه اسفنجيه تخينه، عشان هي بتبقى هشه. الجابانيز كيك بتبقى متكونه من البيض، من بيض البيض بيتعمل فوم ويتحط على الصفار عارف الطريقه يعني، بتطلع هشه قوي بتطلع تخينه، فعشان كده هي تخينه. يعني هم لسه اصلا منزلين حوار الجابانيز كيك ده عندهم جديد، عاملينها برده بيبيعوها الجابانيز كيك لوحدها كامله وبيعملوها قطع، هم عملوا منها التريليتشي. حلوه ولا لا؟ طعمها حلو، بس التريليتشي ولا لا؟ لا مالهاش علاقه بالتريليتشي، حاجه حلوه بس برده زي فاهم زي الصوره دي كده، مالهاش علاقه بالاصل. يلا بينا على اخر واحد بقى معانا واللي عامل الدقه في الحوار ده كله، يلا بينا نخش بقى على اخر واحد واللي عامل الحوار هو كمان الصياد. الصياد بقى له فتره داخل في ند مع بلبن، وده يرد على ده وده يرد على ده وحوارات كتيره كده، بس مين اجمد فيهم احنا اللي هنحدد النهارده هنشوف. هي بنفس سعر الصياد ازاي بنفس سعر بلبن، الصياد بنفس سعر بلبن. انا جايبها بعد العرض لان في العرض كان شكلها يعني بوريك صورتها شكلها ما تتاكلش، لكن دي شكلها برضه ما تتاكلش. غرقانه رز بلبن، انتوا هتشوفوا كده كده الفيديو بتاعها، غرقانه رز بلبن من كل حته حوالين قطعه الكيكه. قطعه الكيكه صغيره عليها شويه مانجا من فوق، حجمها اصغر بكتير من الثانيه من البلبن. تعالوا ندوق الرز بلبن لوحده كده عشان هو كتير قوي بصراحه. تعالوا ندوق التريليتش، تعالوا ندوق المانجا وندوق التريليتش مع بعض بقى. طعمها حلو، طعمها حلو، بس بلاش تدخل نفسك في مقارنه مع حد عشان هتخسر. هي حلوه بس كحجم طبعا صغيره جدا. الرز بلبن هم عاملينه ميع شويتين 3 4 كمان عشان يسقسق في الكيكه وكده. كيكه سمكها صغير جدا يا جماعه، الكيكه قد كده ومربع قد كده، فيعني بالنسبه للطبق وبالنسبه اصلا للكميه انت مالي رز بلبن عمال تحط لي رز بلبن وانت حاطط نفسك في مقارنه معاه وعاملها بنفس السعر. اعمل لي حاجه زيه يا عم، كبر العلبه زيه يا عم، اضحك عليا واديني علبه زي بتاعتنا. بصوا علبه بلبن يا جماعه، بصوا علبه بلبن قد ايه، علبه بلبن حجمها قد ايه، وبصوا دي حجمها قد ايه، فرق حجم رهيب يعني، فرق حجم رهيب جدا. ودي كلها رز لبن، هي عباره عن تحت رز لبن يعني، بص كيكه حته قد ايه تحتيها بقى رز لبن كمان، يعني مش بيكفي بس اللي في الجناب، وتحت وفوق وفي الجناب وفي كل حته رز لبن. انا مش عايز رز لبن، لو عايز رز لبن هكلمك واطلب رز لبن، انا مش عايز رز لبن، انا عايز اكل مشطوط. تمام، فحلوه ولا لا؟ حلوه، بس مين يكسب؟ تعالى بقى نرصهم في الاخر. بعد ما خلصنا بقى نوصل للمرحله النهائيه، انا مرتبهم من الاحسن للاوحش. احلى واحد فيهم بلبن جامد بصراحه، بس انا شايف اوبرا لو خلوا الكيكه فيها شويه لبن لا بند مع بلبن وممكن يبقى احلى كمان من ان هو ارخص برضه، ارخص بخمسه. استنى ما اقول لكم الاسعار. الاسعار كده كده هتظهر لكم في الفيديو بس هقولها لكم برضه بسرعه. الاسعار كالتالي: صياد 45، صعيدي 30، سردي 20، سنيتي 30، وبلبن 45، واوبرا 40. اوبرا ده 40 جنيه، قريب لسعر بلبن بصراحه. لا هو حجما بلبن يكسب برضه، حجم بلبن حجمه كبير وكميته كبيره وسعره رخيص. ده حلو وكل حاجه بس عايز شويه لبن على الكيك. ده حلو برضه بس قلنا عايزين بدل فراولي مانجا، ممكن يعدي ده يعني ممكن يعدي اوبرا بكل سهوله ويوصل لبلبن برضه، بس عايز مانجا بدل الفراوله عشان الفراوله ما عجبتني. الصياد خيل على الفاضي وعامل خيل على الفاضي بصراحه، مش يعني مش منافس للبن حتى. يعني انتوا شايفين احنا كلنا رز لبن كتير وخلصنا حته الكيكه اللي فوق، ده كله رز بلبن، اللي باقي ده كله رز لبن. انا مش طالب رز لبن عشان تبعت لي كل ده رز لبن، عيب والله حتى. ودي السنيتي والسردي، السنيتي والسردي ليه؟ السنيتي حلوه جدا 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 بصراحه، خفيفه جدا، سكرها هادي، طعمها حلو، بس المشكله اللي فيها ان زي ما قلت لكم هي مالهاش علاقه بالتريليتشي، ان هي معموله من جيمنس كيك. الجيمنس كيك طعمها بيبقى فيه بيض زياده، فلو احنا ما بيحبش البيض ممكن يقفل من دي على طول، فعشان كده هي بالنسبه للتريليتشي مالهاش علاقه. يعني لو بقيم تريليتشي، لو مش بقيم حاجه عاديه اي حاجه ثانيه غير التريليتشي كنت اقول لك جامده جدا ممكن احطها الاولى، ده هيبقى الاخير ساعتها لانه بصراحه وحش جدا الصياد. لكن السردي حلوه بس عايزه شويه ايه، شويه لبن بس يعني ينشفوها شويه. لو بصوا اقول لكم حاجه، خلي الصعيدي السردي نخلي السنيتي الاخير ونخلي السردي قبليه. ليه؟ لان ده برضه عمل تريليتشي ناشفه بس تريليتشي ده حلو جدا والله العظيم. السنيتي لو جبتوها هيعجبكم جدا وحلو، بس مشكلته ان هو جيمنس كيك مش كيكه اسفنجيه، لو غيروا بقى كيكه اسفنجيه ممكن ينافس معاهم عادي. بس كده، فلو وصلت معانا المرحله دي ما تنساش تخبط لايك، شير، سبسكرايب، كمان سبسكرايب، وما تنساش السبسكرايب، ويلا سلام.